السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نعمل هنا محشي كوسه وفلفل وبتنجان. شايفينه حلو ازاي ومستوي خالص. هنا انا جبت حله هقطع فيها فلفل وبصل وجزر، ارضيه يعني للمحشي. وده الرز دوت كان عندي باقي من الكرنب اللي انا كنت حاشيه معاكم. فجبت بقى كوسه وفلفل وبتنجان، قلت ايه احشيهم يعني بدل ما الرز حرام يفضل كده. بس انا كده بقطع البصل، وبعد ما اقطعهم احط عليهم ملح وفلفل وبس. وبعدين هبدأ بقى احشي المحشي بتاعي. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك بقى على اليوتيوب، وفعلوا الصفحة في الفيس. وعايزة تفاعل شوية يا جماعة، يعني التفاعل عندي قليل قوي. يعني لو بتعجبكم وصفاتي تفاعلوا معايا شوية. هنا انا كنت بحشي البتنجان. انا طبعا بحشي البتنجان في الاول كله، وبعدين بحشي الفلفل، وبعدين بحطه في ام الكوسه. اللي بيحشيه بنفس طريقتي يقول لي، واللي بيحشيه بطريقه مختلفه يقول لي. القون بيسلم عليكم. هنا كنت بحشي بقى الفلفل. سلم عليهم، يلا لهم ازيكم يا فانزاتي. آه، هنا كنت خلاص حشيته كله. طبعا انا عندي حبة شوربة زقنطتين، حطيت فيهم معلقتين صلصة من بتوع المحشي وبس، ما بحطش كتير يعني. وهنا كان استوى، شايفين يعني بصراحة كان زي العسل ومستوي خالص. الكوسة من كتر ما هي مستوية ما كانتش عارفة تتمسك بالشوكة، كانت عايزة تتمسك بالايد على طول. المحشي ده اصلا يا جماعة بينزل في القلب مش في المعدة. هنا كان الاكل خلص بقى. لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والكومنت. سلام.